يا صباح الخير عليكي. احنا عارفين ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكلنا مصدقين طبعا ان الفلوس زينة الحياة. دي حاجة يعني معروفة مش محتاجة اثبات. لكن بجد، هو العيال زينة؟ دي حاجة صعبة على العقل يستوعبها. احنا مؤمنين بالله وربنا طالما قال انها زينة تبقى زينة. امال انا ليه مش حاسة كده؟ يعني ليه مش شايفة عيالي كده؟ مش قادرة اشوفهم غير انهم اشباح. يعني بنتي النكدية اللي بتعيط في المطلق دي وبلا هدف زينة؟ ابني اللي عامل مشاكل مع طوب الأرض وجايب لي شتيمة زينة بجد؟ كان دكتور ياسر ناصر بيقول إن الأطفال قبل سن 10 سنين هم خلق من الجنة. فواضح إن في إجماع على إن الأطفال دول أحسن اختراع بعد صوص البيستاشيو. أمال أنا ليه عايز أهرب منهم؟ أسعد وقت بالنسبة لي لما يناموا أخيرا، أو لما ينزلوا المدرسة، او لما يكونوا مش معايا في العموم وابقى لوحدي من غيرهم. مش بحب الاجازة عشان بيبقوا قاعدين ليلين نهار بسيب لهم الموبايل عشان اخلص من زنهم. بحبهم وبخاف عليهم، بس حاسة انهم عبء وحمل. حاسة اني اتغفلت. كنت مفكرة ان الخلفة دي حاجة جميلة بقى، وهيبقى عندي نونو العب بيه، لو جاع اكله وعايز يغير اغير له، ويومنا كله لعب وزغزغة. غير كده هو قاعد في سريره او في اوضته بيقرا جورنال، او اعينه تاني في كرتونته لحد ما احتاج اطلعه. بس ده طلع بيعيط كتير قوي، وانا مش عارفه ادوس على ايه عشان يسكت. وطلع عايزني ابقى معاه دايما. طب اعمل اللي ورايا امتى وانام امتى؟ لا، كمان عنده مشاعر لازم اهتم بيها وراعيها، وانا مش عارفه ايه هي المشاعر دي. ده انا لما حد بيسالني مالك بقوله مش عارفه، وببقى بجد مش عارفه. انا حاسه بحاجه بس مش عارفه ايه سببها ولا اسمها ايه. لقيت نفسي لابسه في حيط. محدش قالنا ان كل ده هيحصل في التربيه، والافلام ضحكت علينا جامد. بيجيبوا لنا العيل من دول يرضع ويحطوه في السرير، ويفضل في السرير لحد ما نعوزه. او تلاقي الاب في الفيلم يقول لابنه ادخل اوضتك يلا، فالواد يدخل عادي. لا، ويفضل يلعب في الاوضه لحد ما يفتكروا ان في طفل في الفيلم ده. فانهارنا. وقمتي تدوري بقى في ذكرياتك، هو انتي اتربيتي ازاي؟ حاولتي تقرأي الكتالوج بتاعك، لقيتي ان حصل معاكي اخطاء انتي عهدتي نفسك ما تعمليهاش مع عيالك. بس للأسف ما نعرفش غير الأسلوب ده. وللإنصاف أهلنا لما غلطوا معانا كان برضو ده اللي يعرفوه من أسلوب تربيتهم هم. هو كاس وداير، حاجة كده للأسف بنتوارثها لحد ما تحصل حاجة توقف استمرار اللعنة دي، ونمنع وصولها للأجيال اللي بعدنا. وهي إننا نتعلم، نسمع محاضرات، نقرأ كتب، نروح دورات، بس ما نسيبش نفسنا نلبخ في حياة إنسان. وكل التربويين على فكرة، واللي كتبوا كتب التربية واللي بيعملوا دورات ونروح نتعلم منهم، غلطوا برضو في تربية عيالهم. فما تحسيش ان انتي بس اللي واقعة من قعر القفة. لا، دول كمان شتموا وضربوا وعملوا بلاوي ومعترفين بيها في كتبهم، بس بسبب اخطائهم حاولوا يتعلموا الصح ويعرفونا عليه. دايما في وقت نصلح اي غلط مهما كان كبير او استمر لسنين. نصلحه دلوقتي ونحسن جودة حياتنا، احسن ما نفضل عايشين بعقد نفسية. حتى لو عيالك كبروا واتجوزوا، دلوقتي كلمي بنتك وقولها انك بتحبيها، ما كنتيش قصدك تزعليها. خليها تفضفضلك. ممكن تلاقيها لسه فاكرة حاجة حصلت لها من وهي عندها 4 سنين، وقت ما بتتضايق بتفتكرها وتفضل تعيط. او لو ده تقيل عليكي تعمليه، اعرفي ايه الغلط وما تكرريهوش، وحطي مكانه ذكريات حلوة معاها. يعني خففي نقد شوية، ما تعبيش على كل حاجة بتعملها. التربية صعبة، صعوبتها في اننا بنربي نفسنا برضو مع العيال، وبنعالج نفسنا من حاجات حصلت لنا في طفولتنا مسببة لنا وجع. بتعلمنا التحدي والصبر وطولة البال، بتخلينا اقوى على فكرة. بجد كل موقف صعب مع الولاد هو تحدي ليكي انك تبقي شخص احسن، شخص اهدى واعقل وحكيم. لما تلاقي نفسك اتعصبتي بسبب سلوك عمله ابنك، وهو في الحقيقة مش حاجة تستاهل كل العصبية والزعيق ده، بيكون بسبب ان السلوك ده مس حاجة جواكي، خبرة قاسية مريتي بيها في طفولتك. فاحنا في رحلة تربيتنا للعيال بنتعافى بجد.
استعيني بالله ينور بصيرتك. احنا في زمن صعب ومفتوح على بعض وكله ضغوطات. انت شايفة فلانة بتعمل حاجات كتير مع عيالها وفحتاهم تمارين وكورسات وبتتباهى بده، فتخافي لحسن تضيعي على ولادك فرصة. فبلاش مقارنات، مش كل العيال زي بعض ولا ظروفنا زي بعضها. لقيتي واحدة بتقولك ايه ده لحد دلوقتي لسه ابنك ما اخدش دورات برمجة؟ ايه ده مش بتدي ابنك دروس من هو في تانية حضانة عشان يبقى متأسس صح؟ ايه ده هو لحد دلوقتي ابنك لسه مش بيطير لوحده؟ مالكيش دعوة بحد. وبعدين لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بنقولها في المصايب بس اللي انت فيه ده هو وسعك، دي طاقتك. طالما حصلك يبقى انت قده وهتعرفي تشيليه وهتتعاملي معاه صح. انت بس ما تبصيش لوسع حد تاني وتحاولي تبقي زيه. عارفة الموضوع عامل زي الشمس، هي الشمس وسعها هتفضل في المكان ده، قربت مننا شوية هنتحرق، بعدت مننا سيكة هنتجمد. اهو احنا كده برضو. فشيلي شيلتك اللي ربنا اداهالك، ملكيش دعوة بشيلة حد. ويا ستي ايا كان اللي بتشتكي منه هو هيعدي. الايام طويلة لكن السنين سريعة جدا، والنجاح مش بكتر الحاجات اللي بتعمليها للعيال. الموضوع تحسي انه بقى منظرة اكتر من انه هدف تربوي. علاقتك القوية بابنك اهم من كتر التمارين، اهم برضو من كتر القواعد والتعليمات وان البيت يبقى مترتب. لما يبقى اليوم مسحوم كده هتتواصلوا امتى سوا؟ هتبنوا علاقة مع بعض امتى؟ والله لما بنعرف الصح ونطبقه البيت كله بيبقى احسن، والحياة في البيت بتبقى لطيفة، وهتكتشفي ان العيال طلعوا زينة فعلا. احنا بس اللي ما كناش جاهزين نستقبل الزينة دي. وبعد ما نصلح اسلوبنا الموضوع هيفرق. افتكري انك تيجي متأخر احسن من انك ما جيش خالص. هسيبلك لينكات لفيديوهات تربوية واسامي كتب، لانه لازم نتعلم، عشان لو ما تعلمناش هيتعلم علينا. اشوفك تاني الصبح ان شاء الله. سلام.